صباح الخير يا برج الجدي، أهلا بيك ومرحبا في قناة زاهد للأبراج. أهلا بيك يا برج الجدي. النهاردة هنتكلم عن القراءة العاطفية وعن القراءة المهنية والعملية وعن المالية بإذن الله. وكمان هنتكلم عن الصحة يا برج الجدي من يوم 13 يناير اللي هو النهاردة الجمعة حتى يوم 29 يناير بإذن الله. برج الجدي القراءة دي قراءة عامة، يعني تنفع لرجال وسيدات برج الجدي. وكمان هنتكلم عن الدراسة في نهاية الفيديو لأصحاب برج الجدي من الشباب والشابات بإذن الله. برج الجدي القراءة دي قراءة مهمة يا برج الجدي، لأنها هتوضح لك الأيام اللي فيها تكون أنت أكثر حظا والأيام الأقل حظا. وعايزك يا برج الجدي تسمع الفيديو للنهاية عشان تسمع بعض الأمور العالقة أو التحذيرات الهامة بالنسبة ليك. وكمان في بعض التبشيرات هبدأ بيها بإذن الله الفيديو. لو الفيديو عجبك يا برج الجدي يا ريت تشرفني بالاشتراك وتفعل زر الجرس وتدوس على اللايك ليصلك كل ما هو جديد. وكمان يا برج الجدي انتظر مني حلقة هامة عن كيف تستخدم القوة الخافية الداخلية ليك يا برج الجدي في جذب المال عن طريق قانون الجذب العام، وكمان عن طريق كيف تجذب الشريك سواء أنت رجل أو سيدة باستخدام هذه القوة الخافية. فياريت يا برج الجدي تشترك في القناة عشان تتابع معايا هذا الفيديو الهام بالنسبة ليك. برج الجدي احنا اتكلمنا في فيديو سابق ليك يا برج الجدي في القناة عن رحيل الأحزان ورحيل المشاكل مع نهاية عام 2022، وهتكون ليك بداية مشرقة لعام 2023. هيكون في هذه الفترة يا برج الجدي مع كل شهر من السنة هيكون ليك أحداث خاصة تختلف عن أحداث السنة السابقة. يعني في موضوعات يا برج الجدي هتحصل معاك في شهر يناير مش هتكمل معاك في شهر فبراير، مش هتكمل معاك لشهر مارس. كذلك شهر فبراير الحظ فيه هيكون غير الحظ لشهر مارس. فهي سنة معاك سنة 23 سنة مختلفة يا برج الجدي. سنة هيكون فيها الحظ في الصعود والهبوط، الصعود والهبوط، الصعود 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 ثم هبوط ثم صعود. دي القراءة تعتبر للعام كامل يا برج الجدي. هيكون في صعود وهبوط في حياتك سواء في المال أو في العاطفة. ولكن هي سنة جميلة جدا 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 يا برج الجدي، لأنك بالفعل تخلصت من كل أحزانك، من كل مشاكلك، من كل أي شيء كان بيعكنن عليك في عام 2022. وهتبدأ صفحة نصاعة البياض في عام 2023. تكتب هذه الصفحات بكل خير بإذن الله عليك يا برج الجدي. برج الجدي هنبدأ أول شيء يا برج الجدي بالعمل. العمل يا برج الجدي في شهر مارس وخاصة في الفترة من يوم 13 لغاية يوم 29 هيكون في مال جاي لك يا برج الجدي. المال ده هيكون في نهاية الشهر من يوم 26 لغاية 29 في مال بكثرة هيجيلك أو بزيادة هيجيلك. ولكن في الفترة من يوم 13 ليوم 19 هتشعر إنك هيكون هدفك هو بذل الكثير من المجهود للحصول على المال. يعني يا برج الجدي أنا شايفك هتشتغل الفترة اللي جاية دي كأنك طاحونة بتطحن في نفسك ال 24 ساعة في ال 24 ساعة في العمل عشان بتكسب المال يا برج الجدي. فهيكون المال بالنسبة ليك ميسر، لأنك كل ما بتتعب ربنا بيرزقك بالمال أكثر يا برج الجدي. برج الجدي هيكون في بعض التحديات في العمل للبعض منكم، فالبعض منكم ممكن يقوم بفتح مشروع ليه خاص بيه وهينجح بالفعل هذا المشروع في عام 2023. يعني لو بتدور على مكان ونفسك تفتح مشروع صغير لنفسك أو شركة أو مكان هتنجح فيه يا برج الجدي. أنا بقول لك توكل على الله واعتزم واشتغل ما تخافش، لأن هتنجح. كمان البعض منكم في عمله نفسه هيترقى يا برج الجدي. يعني أنا شايف ترقية للبعض منكم داخل عمله. كمان هيكون بالنسبة ليك المسؤولية كتيرة في شهر مارس يا برج الجدي وفي شهر فبراير برضه في العمل. هتتلاقى إن
عندك امور كتيره يا برج الجدي في العمل، انت المفروض انت بس اللي تشتغلها وتخلصها يا برج الجدي. فهتلاحظ ان المدير او اصحاب العمل معاك يا برج الجدي حملوك المسؤوليه الكثيره، وده بسبب كفاءتك وبسبب كثره اسلوبك في الحوار، كمان في قدرتك على حل المشكلات بطريقه سهله وبسيطه. فما تتضايقش يا برج الجدي ان الاحمال زادت عليك، ولكن ده لصالحك حتى يشعر الجميع أن لا يستطيع الاستغناء عنك يا برج الجدي. برج الجدي كمان من الناحية العاطفية هتلاحظ نفسك أنك مزاجك يعني بيختلف من حين لحين، بمعنى أنك تشعر في بعض الأوقات بالسعادة وبعض الأوقات تشعر بالضيق، والساعات بتشعر بأنك سهل التعامل، في بعض الوقت هتلاقي نفسك أنك أصبحت بتغضب بسرعة وبتشد بسرعة يا برج الجدي. فنصيحة الفلك ليك يا برج الجدي مع تقلباتك المزاجية في هذا الشهر وذلك بسبب الضغوط النفسية والعملية عليك، فحاول انك تعمل استوب بين العمل وبين الحياة العاطفية. تعمل استوب، تعمل وقفة يا برج الجدي بين العمل وبين حياتك العاطفية. يعني انت متضايق في العمل، فما يعني ايه، ما تطلعش تعكس هذه الضيقة على حياتك العاطفية، لان الحبيب بيحبك بالفعل. الحبيب بيريد انه يكون معاك على طول باستمرار، ولكن انت يا برج الجدي مع تقلباتك المزاجية هو بيخاف منك، بيشعر انك ما بتحبهوش. وطبعا فانت حاول تثبت له العكس يا برج الجدي عن طريق تقديم هدية، عن طريق كلمة حلوة، عن طريق فسحة بسيطة، طلع زيارة. المهم يا برج الجدي حاول تصلح في علاقاتك العاطفية مع الحبيب، لأن الحبيب يعني بيحبك بالفعل ويريد ليك الخير. برج الجدي كمان بالنسبة لغير المتزوجين أو المنفصلين من أصحاب برج الجدي، في رجوع لأصحاب برج الجدي بنسبة كبيرة جدا جدا للمنفصلين، ولكن على شرط هو إنك تغير طريقة أسلوبك وطريقة تفكيرك مع الشريك. يعني انت لو البعض منكم منفصل يا ريت يحاول يبص للمنفصل معاه إن بطريقة تاني غير الطريقة الأولانية. يعني يفتكر له مميزاته إيه، يفتكر له كلمة حلوة، يفتكر له ضحكة حلوة، يفتكر له طلعة حلوة، خروجة حلوة، هدية حلوة، لأن ده هيساعدك على تقبل والرجوع ببساطة، والمية ترجع لمجاريها تاني يا برج الجدي. برج الجدي كمان ابعد عن القيل والقال، ما ترميش ودنك للناس اللي ايه بتحب توجع بينك وبين الحبيب، لان في ناس بتنفخ في النار يا برج الجدي. يعني انت لو معاك مشكلة مع الحبيب حاول تحلها بطريقة حلوة، لان الحياة كلها ضغوط، زي ما انت مضغوط هو مضغوط. فحاول ان الكلمة الحلوة يعني بتعدي المراكب وتسير المراكب يا برج الجدي. فما تسمعش لأي حد، حاول إنك تسمع من هنا وتطلع من هنا يا برج الجدي. برج الجدي كمان للبعض منكم اللي منتظر حمل للسيدات، هيكون في حمل الشهر ده إن شاء الله من يوم 24 أو 23، فده خبر سار ليكم بزيادة مولود ليكم بإذن الله. كمان البعض منكم يا برج الجدي هيكون بشراء سيارة أو بيت او شقة. يعني المهم هيكون بشراء شيء ثمين فهيدفع فيه مبلغ كبير، فياريت تهتم كمان بانك تكون بتكتب الاشياء دي في مع ناس تكون فاهمة، وتكون تبعد عن الناس اللي تستغلك يا برج الجدي. برج الجدي من الناحية الصحية حاول تبعد عن الإجهاد النفسي، حاول تبعد عن القلق، حاول إنك تبعد عن الميديا عامة. يعني ما تضيعش وقتك على التليفون أو النت أو الكلام ده. خليك يا برج الجدي دايما هادي، ابعد عن الإجهاد، ابعد عن الأفكار السلبية، بص للحياة بطريقة إيجابية، ابعد عن التدخين كمان، ابعد عن القلق، ابعد عن الخوف، ابعد عن الاكتئاب، لأن ده كله بيتعبك يا برج الجدي. خلي دايما عندك أمل، عيش بالأمل يا برج الجدي، عيش بالطموح، خليك منضبط في حياتك، هيكون النجاح حليفك الفترة اللي جاية بالفعل يا برج الجدي. ابعد عن التقلبات المزاجية، يعني حاول تمسك نفسك انك ايه تتضايق او تغضب او الكلام ده. حاول بقدر الامكان يا برج الجدي انك تكون عندك ريلاكس، خليك هادي، امشي كتير، حاول تلعب رياضة، حاول تسمع اغاني او موسيقى هادية،
بحيث إنها تجدد داخلك الفرح وتدخل في قلبك السعادة يا برج الجدي. برج الجدي بالنسبة للطلبة والطالبات لأصحاب برج الجدي هيكون النجاح حليفكم في 3 حالات: هو التركيز، تنظيم الوقت، المذاكرة الجيدة. وهيكون النجاح حليفكم يا أصحاب برج الجدي. أنا مش هطول عليكم، لكن لو أول مرة تشوفوا القناة شرفوني بالاشتراك، وياريت أشوف تعليقاتكم أسفل الفيديو. وكمان أي أحد يريد قراءة مجانية بتكون قراءة مجانية داخل الفيديو. بعد تحت الفيديو نكتب لك وأنت تكتب لي بإذن الله. وإلى اللقاء يا أصحاب برج الجدي.